ازيكم يا حبايب قلب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. تعالوا النهارده نعمل مع بعض حاجه حلوه قوي ومن غير اي تكاليف. كل اللي هتحتاجيه انك هتحتاجي كيلو لبن وشويه رز. وتعالى اما اقولك هنعمل رز بلبن تبارك الله تحفه على طعمه. هنبدا مع بعض دلوقتي. نعمل الرز اللي هو الرز بلبن ده هف كده وخفيف تحفه. اهم حاجة يبقى خفيف وقوامه خفيف علشان لما يجمد شوية في التلاجة تقدري ان انت تاكليه بامر الله. هاتيلي معاكي كده كيلو لبن. حطي اللبن على النار اللي هو يغلي، وهتجيبي شوية رز صغيرين خالص. كيلو اللبن بياخد شوية الرز دول، معلقتين رز بس. والرز واللبن اول ما بيغلي بترفعيه من على النار يهدى شوية علشان لما نيجي نحط عليه النشا. وشوية الرز دول هتحطيهم على النار بشوية مية كتير شوية، يعني لو شوية رز صغيرين زي طبق المية ده كده بتمليه وتحطيه عليه وتسيبيه بقى ايه مع نفسه. اول ما يغلي بنهد عليه. دول معلقتين. انا بحط نشا كده. انا حطيت 4 معالق نشا او 5 معالق نشا. انا قلت هدوبهم. الكيلو اللبن بيحتاج 4 معالق نشا. انا حطيت دول وقلت هقلبهم وادوبهم. والله لو احتاج هحط له، احتاج حاجة بسيطة خلاص. فانا دوبت دول، وهو كان حطيت شوية ورجعت ضفت الباقي يعني. دوبتهم كويس جدا. والرز هنا كان نشف، وانا هديت النار عليه خالص علشان يبقى كويس. بس انا ضفت له شوية لبن. ضفت شوية اللبن علشان ما يمسكش في بعض ويبقى ناشف شوية كده. فانا ضفت له شوية اللبن يفك مع بعضه كده، واديته غلوة كمان يشرب اللبن ده. يعني شوية اللبن اللي انا حطيتهم انا خليته يشربهم تماما. هنا خلاص كان اللبن هدي شوية، وحطيت شوية لبن مع الرز عشان انزلهم كده. وخلاص ضفتهم على بعض. هبدأ بقى ان انا اجيب النشا وهنزل بيها شوية بشوية. هننزل ونقلب كده لحد ما تحسي بالقوام بتاع اللبن بيتقل معاك. هو بيبقى اخف من المهلبية شوية. وحطيت السكر طبعا على حسب الرغبة. وحطيت شوية فانيليا. لو وصلتي معايا لحد هنا في الفيديو ما تنسيش تعملي لي لايك وتشتركي بالقناة وتفعلي الجرس علشان كل حاجة انا بنزلها توصلك بأمر الله. تبارك الله كان طعمه تحفة. يا ريت تجربوه، هيعجبكم جدا ان شاء الله. انا مش عايزه غير قوامه زي ما احنا شايفين كده. وبدات ان انا بقى ايه احطه في الاطباق كده زي ما انتم شايفين. ما تقوليش انه خفيف وكده، لا، هو النشا مع الرز هتخليه يمسك تماما. لو تقلتيه عن كده القوام بتاعه مش هيبقى ظابط، هيبقى جامد شويه. وبكده اكون خلصت الفيديو.